السلام عليكم حبايبي. تعالوا كده نعمل مع بعض حلو شرقي سهل وسريع وأسهل كتير من صواني الكنافة والبسبوسة. هيعجبك جدا. تعالوا كده نشوف الجمال ده تعمل ازاي ونقول بسم الله. أول حاجة هنزل كده بزبدية، تكون زبدية بلدي أو معلقتين كبار من الزبادي، عليهم بيضة وفانيليا، وعليهم كوباية نص زيت على سمنة أو على زبدة اللي متوفر والمتاح عندك. هنزل بعد كده بنص كوباية من سميد البسبوسة، عليه 3 معالق كبار من النشا، وعليه معلقة مليانة صغيرة من البيكنج باودر. بعد كده جبت جنبي 3 كوبايات من الدقيق منخولين كويس. هبدأ أضيف تدريجي زي ما انتوا شايفين الدقيق واحدة واحدة لحد ما لقيت ان العجينة خلاص لمت معايا وبقت عجينة متماسكة شوية كده، يعني مش طرية قوي ولا ناشفة معايا زي ما انتوا شايفين. خد مني بالظبط قد ايه؟ خد مني 2.5 كوباية. هبدأ اشكلها على بصمة الكحك، يا دوبك كده هرشها شوية دقيق علشان ما تلزقش مني. والحشوة هنا معايا شوية سوداني مجروشين على زبيب. هبدأ احشيها واقفلها حلو، هتطلع معايا بالشكل ده. نعمل واحدة كمان. شايفين شكلها حلو ازاي كده؟ يعني هحطها في الدقيق كده حبة علشان ما تلزقش معايا. وهبدأ اجيب قطعة العجين قد عين الجمل وهفردها على البصامة تكة بسيطة كده عشان تفرديها، وهتبدأي تحطي الحشوة كده وتقفليها من الجوانب حلو. وهتقفليها حلو جدا بحيث ان هي تاخد كده شكل بيضاوي. هتبدأي تخلصي الكمية كلها وترصيها على صينية مش هدهنها اي حاجة. الفترة دي هكون مجهزة الفرن على درجة حرارة متوسطة. هدخل الصواني الجميلة دي على شبكة في النص، مش هتاخد معايا تقريبا نص ساعة. اول ما الاقيها خدت لون من تحت وفوق ولونها بقى ذهبي حلو كده، هسيبها تهدى شوية وهخرجها بقى احطها كلها في حاجة واحدة. وهبدأ اسقيها بالشربات. الشربات عبارة عن 2 كوباية من السكر عليهم 2 كوباية من المية. هسيبهم يغلوا لمدة 10 دقايق. بعد كده هعصر ليمونة ورشة من الفانيليا. هنزل بالشربات سخن كده وهتشوفوا الجمال. جربوه حبايبي، انا متأكدة انه هيعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.